في بلجيكا بعد ما ظهرت الفنانة الشعبية نجاة عتابة فوق الخشبة في واحد الحفل جا مباشرة من بعد المحنة الكبيرة اللي كتعيشها العائلة ديالها بسبب الحادث اللي تورطات فيه بنتها سامية. السلام عليكم حبابي، قبل ما نبداو الموضوع ديروا لايك وبارطاج وخليوا رأيكم في التعاليق حيت الموضوع اليوم حساس بزاف وفيه بزاف ديال المشاعر وبزاف ديال الكلام اللي كتقال في مواقع التواصل على حسب ما تداولت بزاف ديال الصفحات والمواقع. وهذا الظهور خلق جدل كبير، كاين اللي تعاطف معها وقال الام قلبها محروق، كاين اللي انتقد الحضور ديالها للحفل في هاد الظروف الصعيبه. لكن ما تنساوش راه نجاة مسكينه ثانيه كونطرات خصها ضروري لازم منها انها تمشي. نجاة عتابو اللي المغاربه كلهم كيعرفوها بالصوت القوي ديالها وبالشخصيه القويه ديالها، ما عمرنا ما شفناها بكات قدام الجمهور وبالاغاني اللي كبرنا اللي كبرت عليها اجيال بزاف. هاد المره ما بانش عليها غير كفنانه فوق الخشبه، بانت ام واقفه قدام الجمهور، ولكن القلب ديالها باين مكسور، باينه مجروحه مسكينه، باينه يعني محمله بهم، يعني غير واقفه بالسيف كتغني تماك. حتى الناس اللي كانوا كيشجلوا وكانوا قاعدين كيتفرجوا بكاو معاها في داك الحفل. اللقطه اللي حطيت لكم الاولى فتما كانت كتشكر الناس، يعني الطاقم الموسيقي، ويعني دعموها ووقفوا معاها، كتشكر الناس اللي تما حاضرين ودعموها ووقفوا معاها ودعاو معاها وعارفين الظروف ديالها الصعيبه. يعني هي في وسط الاضواء والتصفيقات والموسيقى كانت كاينه، يعني واحد اللحظه خلات بزاف ديال الناس يتوقفوا ويعني يوقفوا لحظه اللي بانت فيها نجاة متاثره مسكينه بزاف والدموع ديالها غلبوها، كتغني صباره يا امي صباره ومسكينه بقات كتمسح دموعها. الصراحه الجمهور اللي كان حاضر ما شافش غير كفنانه، شافها كإنسانه كأم كتألم على بنيتها، الكبده ديالها كتقطع. صراحه صعيبه بزاف اخوتي، ماشي سهله. يعني الام فاش كتشوف ولادها صافي كطيح، واخا تكون ماشي تكون قويه حديديه، المراه حديديه حنا كنعرفوا. نجاة عتابو مرأة قوية تبارك الله، كل شيء تيقول نجاة اي حاجه كتوقع لها ما كطيحهاش، ولكن ولادنا كيطيحونا واخا نكونوا ماشي قويين. وكانت كتقاوم فوق الخشبة يعني باش ما تطيحش قدام الناس. وهنا بدا السؤال الكبير، واش الفنان من حقه يعني حتى هو يحس يعني بداك الشيء اللي الابتلاءات في الدنيا؟ يعني واش الفنان من حقه يبكي؟ من حقه يعني هادشي راه حتى هو انسان كيبقى، ولا يعني يكمل الالتزامات ديالو؟ يعني تجلس يعني مثلا ما تمشيش لداك الحفل، هي ثانيه كونطرات بزاف الناس كيلوموها علاش مشات. يعني واخا هي عندها مسكينة أزمة عائلية، ثانية كونطرات مع الناس، خاصها ضروري توقف وتبقى بعيدة على الأضواء. يعني ما تبقى المشكل ديالها نجاة ما كتدخلوش في السوشيال ميديا. هذا باش كتعجبني ديك الفنانة تبارك الله عليها، الله يطلق سراح بنيتها والله يوقف معاها. هذا السؤال قسم المتابعين. كاين اللي قال نجاة عتابو قبل ما تكون فنانة، ومن حقها تتألم، ومن حقها تحزن على بنتها، ومن حقها قلبها يتجرح وكبدتها تكوى، ومن حقها تبكي واخا يكون ماشي غير الجمهور، يكون يعني العالم، ومن حقها تكون ضعيفة حتى هي راها إنسان رحموها. وكاين اللي قال الظرفية صعيبة والحافل جا في واحد الوقت حساس بزاف وكان خاص احترام أكثر لهاد المصيبة هذه. بسلام عليكم، وهنا كينتهي الفيديو ديالنا، ما تنساوش اللايك